مشاهدينا أهلا بكم في برنامج حقائق. في هذه السهرة نقترح عليكم ريبورتاج حول وضع الحدود الغربية من الوطن، وضع معقد تعرفه الحدود الغربية من الوطن منذ غلقها عام 1994، واقع فرضته ظروف وتتحكم فيه عوامل عدة، فمن أزمة الوقود إلى أزمة المخدرات إلى ثغرات المهاجرين غير الشرعيين. كاميرا حقائق ترصد الوضع في الحدود مع المغرب، حدود ملغومة بآفات مسمومة. ريبورتاج أحمد جلالي، تابعوا ثم نعود للنقاش. الحدودية الشرقية جوج بغال تمكن عناصر مركز الحراسة المطالبة بفتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر ستفتح قريبا. يخدموا عندنا خدمة كي تقبلني نحن قطع لي راسي نقصوا لنا وجات لنا سيرفيس هذه تاع سيكون. قال في تصريحات صحفية أن إعادة فتح هذه الحدود المغلقة منذ عقود هي مسألة تحظى بالأولوية، وأنه إذا تم تسريع عملية التفاوض يمكن حلها في وقت. وقفة رمزية بالمنطقة الحدودية الشرقية جوج بغال للمطالبة بفتح الحدود مع الجزائر، كما أثاروا هو حديث الصحافة منذ مدة، وكل شيء يدور حول التهريب والمهربين. تقرير رسمي للحكومة الجزائرية كشف أن مادة البنزين المهربة تقدر بنحو 25% من الإنتاج الوطني، ما يعادل 1,000,000 طن كل عام، وبما يفوق مليار دولار سنويا. وتعتبر ظاهرة التهريب والإرهاب وتجارة المخدرات من أكثر الأزمات التي تواجهها الجزائر عبر حدودها خاصة الغربية، وذلك ما دفعنا لاستكشاف الوضع. في آخر نقطة حدودية بين الجزائر والمغرب لا يفصلنا سوى القليل عن حدود مغلقة منذ عقدين من الزمن. برنامج حقائق سوف يفتح الأبواب على قضية الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب وانعكاساتها على الوضع هنا من تهريب وآفات، وإلى ما تراه العين وما تسمعه الأذن، وإلى ما لا يتقبله العقل وما لا تنشرح إليه الصدور. دخلنا مدينة مغنية على الشريط الحدودي الغربي التي تعج بها شبكات التهريب، وتزامن دخولنا مع أزمة حادة في البنزين، وكان هدفنا البحث في الأسباب. اوتوماتيكمون كي يكون البرودوي ناقص صرا لا كريز، يولي هاد لا كريز يعود على المواطنين كاع، ماشي غير الحلابه ولا على كاع المواطنين يشملهم هاد لا كريز. كاين اللي يجي يحوس سبحان الله، يجي يحوس باش يمشي للبحر ولا يجي يحوس في تلمسه، النهار كومبلي يفوتها في البومبي ديال لاشان، عيب. المشكل انا نشوفو راه عند الدوله البو با ميتريزي لو بروبليم. مشكل تاع الغازوال اون الجيري، يعطيك اون اوتوريزاسيون تاع 200 لتر بار تو لي 15 جور، سي با بوسيبل. مي سا سي با البروبليم تاع الحلابه، سا سي با فري. 50,000 سا نوز ارونج با، سا نارونج بيرسون. حب حلاب ماشي حلاب مولا كاميو اكسيتيرا، il faut alimenter le marché. حنا دوك تجينا كاميو بار جور، كانت تجينا في الديبي قبل ما يجيبوا لنا هذا ستوك تاع ريزيرف تاع ليطا. ابري من بعد كي ردوا لنا هذا الكوطون تاع نفطال هذه عندنا هنايا، قاعد يجيبوا لنا دو كاميو في النهار، كنا كافين الشعب شويه، راك فاهمني يا اخي. المشكله من بعد هذه كان جور ولا قلعوا لنا بريسك كاميون ونص، وقال لك 50,000. المشكله ما تكفينا لا 50,000 ولا البلا، هذه دومي كاميو هذه. كي كان عندنا البرودوي بزاف ندير لهم 60,000 في النهار، وكي وصلت نقصوا لنا وجات لا نوت سيرفيس هذه تاع 50,000، رانا نمدوا 50,000، وخاطرش الغازول ما نقدوش نمدوه تاع 50,000، 20,000 30,000 نمدوها لواحد وما كافياش. نمدوا 50,000 يهربوها، ما كاش اللي يهربها، 60,000 وما يهربهاش. سألنا من انفطر قلبه على ما يحدث: ماذا يجري هنا يا سيد عبد الحميد بصفتك ممثل اتحاد الفلاحين الأحرار في المنطقة؟ نصه فلاح ونصه ديبو. هاك شوف، هادو كاع يقولوا باللي فوالا سي دي كونستركسيون إليسيت. راك تعرف باللي المنطقة فيها التهريب،
وهذه المنطقه التهريب ماشي غير حاجه سهله، لها كل شيء التهريب. دونك هاد الشباب نتاعنا هرب اللوغان فاصل وخلى القطاع اللي يقدر يدير له المستقبل تاعه. ولنفهم أكثر كان لنا لقاء مع المسؤولين هنا، وكان ردهم جريئا، ولم نفهم هل هو تقبل للواقع أم حسرة على ما يجري. فيها دي بوش اللي نجموا ولا ماجوريتي يخدموا في هذا فيما يخص الكاربيرون، التهريب نتاع المواد نتاع المازوت، لاخاطش ما عندهمش واش يخدموا هنا في مغنيه، ما عندناش دي زوزين، ما عندناش. عندنا الفلاحه عندنا الفلاحه، مي شباب تاع اليوم ما يخدملكش فلاحه. تعودوا للربح السريع وتعودوا على الربح السهل، ما يقدش يخدم ماسو ولا يخدم فلاحه ولا يخدم. عندنا الفلاحه احنا معروفه منطقه مغنيه بالفلاحه. أينما تولي وجهك في هذه المناطق إلا وأعين يقظة، بعضها تحاول صد ما يمكن التصدي له، وأعين أخرى تسهر على تعبيد طرق المهربين. سلكنا طرقا عدة رغبة منا للوصول إلى الحلابة وبأي ثمن كان. في وضح النهار وأمام مرأى العالم يتم الشحن والتفريغ من المنازل التي تعتقدون أنها منازل، بينما هي أوكار لشبكات التهريب. وما إن تبدأ الشمس بالغروب حتى تخرج صفائح البنزين متوجهة إلى البلد المجاور. حاولت لمرات مع المهربين الذين لا يرغبون فينا أصلا، وإن كنت متفهما وضعهم وتخوفهم في نفس الوقت، إلا أن إلحاحي على معرفة المزيد دفعني لتجريب حظي. الحلابة زعما كون نجبدو نصور وحداهم ولا ما يديرولناش مشكل. خويا ما يفوتش، انا قلتليش انا واش قاعد نكتب عليه خويا. تسمى صعيبة الحالة ها؟ صعيبة الحالة شوية. اخويا واش غادي نكتب لك؟ تعرف نحتاجك. قابلت أحدهم في مكان كهذا وفي سيارة كهذه. سألني المهرب الذي قادني معه إلى مكان أجهله: كيف لك أن تثق في أشخاص لو اشتموا رائحة الصحافة فستكون العواقب وخيمة؟ للأمانة كان متعاونا. سألته: لماذا لا تجدون عملا آخر سوى التهريب؟ خدمة ما كانش كاين اللي واش نفهم كيفاش نفهم خويا. كاين اللي ما عندهاش يمشي يحلب وما يمشيش يخوت، ولا راني غلط؟ إلا كان اخويا مشيت نخون واش نقول لك، هذيك حاجه واحده اخرى. انا جو بريفير نحلب وما نمشيش نخون ولا ندير حاجه ماشي مليح. هذه السيد جمال صحفي وحقوقي تعرض للعديد من المضايقات بمجرد فتح ملف التهريب. J'ai dénoncé la corruption, la mainmise de certains policiers avec des bandes de délinquants. اليوم راني نخلص. اليوم داوني للشراع وداوني ils ont terrorisé les citoyens les victimes qui ont osé. Les gens وصلوا حتى يحرقوا لهم ديارهم pour se taire. Ils ont incendié ils ont été terrorisés par certains policiers. Donc automatiquement حنا هذيك ما تخدمش البلاد. حنا يفو سي لا ترونسبارونس اللي تخدم البلاد. ولا ترونسبارونس يفو لا بريس سوا ليبر. هو عمل أغلب الشباب هنا. هذه الجريمة التي يشارك فيها حتى هذا الحيوان الذي لا ذنب له. كاين اللي عاد دايره 15 20 مروكي ابي بنا حتى للصحراء بالجمال والحبير وهذا ونقل. في منطقة السواني خاصة صدفناهم في عديد المرات، وصغار السن مسخرون للتهريب أيضا، ومسخرون لفتح الأعين على كل ما هو عائق. في جولة استكشافية حول ضفاف المدن الحدودية بدأت تساؤلات تراودنا من حين لآخر حول حركات مشبوهة وأشكال لا تجدها سوى في أماكن مشابهة.
تطلب منا التزود بالوقود آنذاك البحث لأكثر من ساعة، وإذا بها طوابير طويلة للسيارات التي تنتظر دورها إلى حين. تم استثناؤنا بعد تقديم أنفسنا بصفتنا صحافة، وخلقنا لأنفسنا حساسية قادتنا إلى التهديد في بعض الأحيان بعد إخراج الكاميرا. هاو دخل الكاميو دروك بقاو لنا بريسك قريب واحد 45 بيس ما كفاتناش ليها. ابري جاو فاني دوك المقاولين فاني داو قريب واحد ويسوليط ولا ودوك البلديه غدو ان شاء الله نهار الحد جدي قريب 4000. عندي المقاولين بريسك 12000 يدوها، البلديه تدي قريب 4000 ولا 3500. لي بيس لي تاكسيير 12000 والستوك تاع ريزيرف تاع ليطا هذه نخلي لهم 3000. دوك راه جبنا 6000 7000 سيبار و7000 مازوت و7000 نورمال. عيب كبير، بلاد البترول احنا نعانوا فيها والله لا عار كبير. أراد بعض المهربين والمعروفين باسم الحلابة أن يبرروا أزمة البنزين بما لا يضرهم ويقيهم شر السلطات والصحافة، لأنهم لا يحبذون الاثنين. يقولوا الناس تهريب وهذه خاطئة، هذه ما كانش منها، ما شفناش هذا المشكل. حنا كانوا هادو اللي راهم يهضروا عليهم يهربوا الناس تعمر، ما كانش مشكل. لي زيترونجي يعمروا استهلاك كبير سي نورمال خويا، على خاطر علاه منطقة سياحية يدخلها الغاشي بزاف. بدون أن نتهم طرفا على حساب آخر، تقرب البعض منا للإدلاء بحقيقة وضعهم. تبين لنا فيما بعد أنها صراحة منهم. احنا ماذا بينا كاش جبنا خدمة خير من هذه، ما كانش خدمة والمهم يمشي يرد الدور، احنا نخدموا على روحنا. انا ماذا بيا نجبر خدمة في الدولة تعطيني ماذا بيا. الجزائر راها بلادنا ضروري، تسمى ما راه معطينا بالسيف. احنا كاع كما نقولوا المعيشة هذه الولاد في الدار فاهم، خدمة ما عندناش لا غالب. جبنا خدمة خير من هذه ماذا بينا. انا ماذا بيا قال لي لوطوس نخدم في الدولة تاع عندي 3 ملايين في الشهر انا فاهم. هذه هي من سوريا لا سيرون لا غالب بالسيف عليك، مشي تطلب مشي تخون مشي هذه هي. كاين اخويا الحليب نجيب بلا فنان قال لك 50 انا هو اللي ندير 50 ونمشي لبوبا الاخرى نعمل 50 النورمال. دير لي خدمه ما نحلبش اخويا. انا شيفور نمشي باغ اكزومبل نعمل البلا دروك نمشي في الطريق يقبضوا راك انت حلاب وانا ولد مغنيه واللي راه يجي من هاك بتيزي يوزو يجي متزاير يكثروا يحلبوا هنا ويقول لك مغنيه تلمسان. انا خدمتي الحليب ما كاش ما ناكل ما كاش اخويا. انا نحلب فاهمين نحلب تعمل لي 2000 انا نولي نحلب. دير لي خدمه كي تقبلني نحلب قطع لي راسي، كي تقبلني نحلب قطع لي راسي ما تديني لا هاك لا هاك. دير لي خدمه نخدم، ما ديرليش خدمه ما نخدمش. نخدم الحليب وانا نخدم 100000. يستعمل الحلابة سيارات أغلبها من نوع مرسيدس ورونو 25 ذات اسطوانات كبيرة، والقاسم المشترك بينها هي خزانات من الحجم الكبير، حتى وإن سيارات دعم الشباب لم تسلم من شبكات التهريب. عندها 6-7 تاع السيمي هادو هما اللي عطروا، هما واحد 404 505. لا الوطن الصغار راه يجيب مصروف 100,000 200,000 ويدخل للدار تاعه. تبين لنا فيما بعد أن الأزمة توسعت أكثر لتمس مدنا أخرى، وبات الخطر يزيد يوما فيوما على عمال المحطات الذين سئموا الشتم والضرب في بعض المرات. احنا يوميا رانا هكا في الشتم مع الشعب وكل شيء. لا بريسيو علينا يوميا الخدامه احنا مرضوا ديجا. احنا باش نوصلوا الشعب يوصل يهددنا على المازوت عيب كبير. في طريق الغزوات لا يفصل البلدين إلا هذا الوادي، بل بضع أمتار فقط لا تشكل بالنسبة لهؤلاء الشباب حاجزا لتبادل الأحاديث والتصافح في الجهة الأخرى. جلب انتباهي هذا الفيديو الذي يحاكي واقعا حقيقيا لكن بطبع هزلي. اطلق لا وقف الليل شحال تكون الساعة؟ والله العظيم ما بديت البال بلاش الوقت. شحال الساعة؟ هذه 10. صاحبي شي 8 انا وانا على 8 انا دخل. عرفتي اش غنديرو؟ يا خويا بالسلامة عليك الله يحفظك شكرا. الله يعاونكم الله يتوب عليك اسمح لينا. ايوا بالسلامة اخويا بالسلامة اخويا. اللي عرقتكم ما كاين مشكل. الله يودي المهم ان شاء الله ما هكا ولا والو. غدوة ترجع غدوة؟ غدا معاش
بحال اليوم. لا 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 اليوم طول جروطه. شي شويه مع السبت. لا يا غدا نجي ان شاء الله، غدا نصوب موطور. يلا السلام عليكم، تصبحوا على خير. عندك باش تركب؟ عندي الله يحفظك. السلام عليك. قادر الله يصبحك على خير. امين امين. سلامة سلامة. الحدود أيضا مفتوحة على بعض الثغرات التي يستعملها المهاجرون غير الشرعيين بحثا عن العمل أو هروبا من واقع بلدهم الأم. Nous consommons algérien, nous vivons algérien. Elle est là pour faire juste un petit commerce à base de la farine et de la levure pour vendre aux frères, camarades qui sont du côté du village. C'est donc comme ça qu'on essaye un peu de survivre un peu ici. Quand il n'y a pas de travail de mon côté, elle se défend à vendre ses petits beignets comme vous voyez bien. Je suis en train de faire les beignets pour vendre pour mes frères et mes sœurs camarades qui sont ici dans la Louette. في مسالك كهذه أيضا يدخل الآلاف من الأفارقة إلى الجزائر لاجئين كانوا أم حراقة ومن جنسيات مختلفة. وجدناهم في مثل هذا المكان يختفون عن الأنظار خوفا من السلطات. C'est des gens du continent africain. Bon, ils ont des problèmes parce qu'ils sont chassés par les services de sécurité. Ils sont confondus avec les candidats à l'immigration clandestine. Imchou l'Hdada. C'est le travail des services de sécurité, de les intercepter et de les renvoyer dans leur pays d'origine. Mais les gens qui fuient les guerres et qui fuient les conflits, c'est à nous de les prendre en charge. يمارس أغلبهم الفلاحة والأعمال الشاقة مقابل عيش شحيح يقيهم على الأقل شر الجوع الذي أخرجهم من أوطانهم. Il y a des Maliens, il y en a beaucoup de réfugiés, ce n'est pas forcément les Maliens, il y en a beaucoup de communautés ici. Et nous passons un message. Par le passé, on était un peu beaucoup harcelés par les autorités, la police, la gendarmerie, mais aujourd'hui, ça a baissé un peu. Et je pense que notre message, on n'est pas là, on est là juste pour chercher notre gagne-pain. On n'est pas là peut-être pour nuire peut-être l'État algérien, non. Et il y a ceux peut-être parmi nous qui sollicitent partir en Europe. Ce n'est pas tout le monde qui sollicite partir en Europe. Il y a ceux qui peuvent trouver leur petit boulot ici, comme le champ que vous nous voyez, on est en train d'arroser. Ça nous fait plaisir, ça nous permet de survivre. وإذا باتت أزمة البنزين تنخر الاقتصاد الجزائري فإن سموم المخدرات باتت تنخر أجساد الجزائريين، حيث سجلت الإحصائية ارتفاعا في نسبة المخدرات التي دخلت عبر المغرب إلى الجزائر وهي بالأطنان. L'Algérie بكري entre l'Algérie et le Maroc c'était une question de troc. جيب لي السلعة نجيب لك السلعة. اليوم لا جيب لي السلعة نعطيك الكيف. لو بروبليم وراه. دونك هنا il faut à tout prix préserver le pays des atteintes contre l'intégrité territoriale du pays. Ça c'est connu de tout le monde. Bon, pour passer c'est très facile. Pour aller directement sur le tracé frontalier, n'importe quel Algérien ou n'importe quel étranger, il peut se rendre. Il n'y a pas de filtrage, il n'y a pas de contrôle. Faute, l'accord. توصل غير للواد délimitatif entre le Maroc et l'Algérie. خصوصا هذه ربان. ففي السنة الحالية سجلت السلطات ما لا يقل عن 120 طن من القنب الهندي وأكثر من 150 طن السنة الفارطة. في إطار المراقبة الدائمة للشريط الحدودي تمكن أفراد المجموعة 25 لحراس الحدود بالعريشة يوم 16/8/2013 في حدود الساعة 10:30 ليلا إثر دورية على مستوى قرية ماغورة بلدية البويهي من حجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت ب 304 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج. الكمية المحجوزة كانت محملة على متن 3 أحمرة اخترقت الشريط الحدودي. دونك ولات عنا من المعلومات اللي عندنا ولا حتى لي كاشي هادو نتاع لي دروغ راهم ينباعوا في لي ليسي وينباعوا في لونيفرسيتي نورمال. هاد لي كاشي دونك اسمها لازم وضع حد وتكون واحد لورغانيزاسيون لهذا الشيء باش ما تنظيم لهذا الشيء وحراسه مشدده لهذا الشيء. اذا كان قاعد كيما هكذا سي تري غراف. يقول هذا الشخص الذي تعرض لمضايقات عدة أنه أدرى ببارونات المخدرات ولذلك طلب عدم الكشف عن هويته فسميناه عمر. أغلبية نتاع لي بارون راهم عايشين في المروك والبارون الكبير تاعهم ان جويف يسميوه رافائيل. هذا رافائيل هذا راه شاشي بالانتربول من فرنسا
وعندها اصدقاء كبار هنا في هذا البلاد، يمشيو حتى للدار البيضاء، عندها كلينيك بريفي تما تاع هذا الاغلبيه يجيو عندها. وطون زونطون كان يجي الوجده كان يدخل حتى البورسي هنا لمسجد المهدي، النهار اللي يدخلوا يديروا لها شوا كبير والسهرات على باش يرضى عليهم. الحملات التحسيسية في هذه المدن لا تتوقف بتاتا، وإن كان الاستهلاك والمتاجرة في المخدرات لا يتوقفان أيضا. وفي شمال إفريقيا تشهد المغرب بشكل خاص بحكم موقعها على مقربة من إسبانيا حركة اتجار متميزة. كي نقولوا باللي هذا المخدر موجود في المغرب معناه أنه موجود في الناحية الغربية وفي الجزائر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ولسانه وقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا غير قلبهم بصح اللي عندهم الثروات وسنتين وين راحوا؟ وإن كانت وعود قد طرحت بين الجانبين الجزائري والمغربي لفتح الحدود، إلا أن مراقبين يرون ذلك مستبعدا في حال ما استمر تدفق المخدرات واستمر عمل المهربين. عمليا فتح الحدود ماشي المغرب اللي غلق الحدود، وبالتالي فالإخوان في الجزائر هم الآن اللي خصهم يتخذوا قرار فتح الحدود. بالنسبة للحدود الجزائرية المغربية ستفتح إن شاء الله، لكن هذا ليس من باب إرادة تخرج على إرادة الشعبين والدولتين الشقيقتين. واقع متجذر تتخبط فيه الجزائر، ولا ندري إلى متى يستمر غلق الحدود وتستمر بؤر التوتر التي جعلت من الاتحاد المغاربي وهما نعيشه إلى وقت مجهول. هذا المساء موضوع الحدود المغربية الجزائرية تمكنت من حجز كمية معتبرة من الوقود، لكنها تبقى مفتوحة في وجه عديد أنشطة التهريب والعديد من السلع ووسائل النقل المستعملة في التهريب، تهريب الوقود، تهريب المواد الغذائية الفاسدة الصالحة والفاسدة، تهريب الحبوب المهلوسة، وكذلك تهريب البشر والسجائر الذي ينخر الاقتصاد الوطني وغيرها. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. نستضيف في الاستوديو معد هذا الروبورتاج أحمد جلالي. أهلا بك أحمد. أحمد جلالي، بعيدا عن تضارب المواقف والآراء بين الجزائر والمغرب فيما يخص غلق الحدود، أنت كنت عبر الحدود المغربية الجزائرية ورصدت لنا أزمة الوقود، من يقف وراء هذه الأزمة؟ نعم، تزامن وجودنا في المدن الغربية، خاصة حطينا الرحال في مدينة مغنية ومدينة تلمسان التي تعرف أزمة حادة في الوقود، خاصة بعد استفحال هذه الظاهرة وازدياد نشاط المهربين في هذه المادة. وصلت هذه الأزمة إلى المدن الداخلية وإلى مدن الجنوب بسبب يرجع الناس الأسباب إلى المدن الغربية التي تتسبب في نشاط التهريب. نعم، بعد تقربنا من السلطات والمواطنين حاولنا معرفة الأسباب والتي يرجعها البعض إلى المتاجرين في هذه المادة والمعروفين بالحلابة، والبعض يرجع السبب إلى شح المادة التي تأتي من سكيكدا. لكن الإحصاءات ومن جانب الاقتصادي تقول أن المادة المهربة إلى البلد المجاور هي نسبة خيالية، حيث تصل إلى 25% من المنتوج الوطني تهرب إلى بلد المغرب من خلال ثغرات يستعملها المهربون، ولا نعرف الأسباب يعني. طيب أحمد، أنت كنت قلت لي بأن قضية التهريب يعني تتم أمام مرأى ومسمع الجميع، وهناك رشاوي وللأسف الشديد لم تتمكن أن ترصدها بالكاميرا. لماذا يعني كيف يحدث هذا؟ نعم، شيء مؤسف للغاية. يعني لما دخلنا المدن الحدودية يمكن يعني رؤية كل شيء، يمكن أن نلاحظ كل شيء، لكن هناك حساسية مفرطة في التعامل مع الصحافة. لا مكان للصحافة في المدن الحدودية. لماذا؟ لأنه وكر لهؤلاء المهربين والمنتجين خارج القانون. أكيد نعم صحيح، ولذلك عرفنا العديد من العراقيل في إنجاز الروبورتاج، وحاولنا بقدر الإمكان التحصل على المعلومات ونقل الصورة إلى المشاهد. طيب، من الناحية السياسية الجزائر تقول أنها ستفتح الحدود لكن بشروط، والمغرب دائما تقول أنها أو تطالب الجزائر بالعمل على فتح الحدود، لكن الجزائر تقول أن فتح الحدود سيخدم بالدرجة الأولى المغرب. هل هذا صحيح؟
نعم، إذا يمكن أن نقول هناك تبادل للاتهامات بين الطرفين. الجزائر تحصي مئات الأطنان سنويا من المخدرات والسموم التي تدخل الجزائر عبر الحدود الغربية. فسنة 2013 سجلنا خلال 8 أشهر فقط سجلنا أكثر من 220 طن، هي نسبة خيالية. العام الماضي أيضا سجلنا أكثر من 150 طن من المخدرات. نعرف أن هناك ارتفاع في نسبة السموم التي تدخل، وأعتقد أن ذلك سيكون عائقا أمام فتح الحدود وأمام ربما مشروع الاتحاد المغاربي الذي هو متجذر منذ سنوات. هناك أيضا العديد من الثغرات، مثلا الحراقة أو المهاجرون غير الشرعيون يستعملون ثغرات الحدود للمرور إلى الجزائر، سواء بحثا عن العمل أو سواء لجعل من الجزائر جسرا للوصول إلى أوروبا، وهذا كله لا يخدم مصالح الجزائرية. شكرا جزيلا أحمد على كل هذه التوضيحات. مشاهدينا، من الوضع في الحدود الغربية من البلاد إلى العقار الفلاحي. العقار الفلاحي في الجزائر يعرف استنزافا مرعبا، وكانت العديد من الولايات مسرحا لعمليات نهب واسعة النطاق، حيث عبثت مافيا العقار بالعقار الفلاحي، كما استولت على أراضي الفلاحين المغلوبين على أمرهم، وحولت أراضيهم إلى تعاونيات عقارية اختصت في زراعة العمارات والفيلات لذوي النفوذ والموظفين السامين في الدولة. العقار الفلاحي بين التوسع العمراني والنهب المافياوي. روبورتاج طارق بوفليح، تابعوا معنا. من باطمات احنا كنا عساسين نعسوا لهم عليها باش يجوا يعطيوها لهم على طبق. واش راح يكون المصير تاع البقره دوك يروحوا للباطوار ولا ما؟ دونك سافي دير باللي حنايا مرتبطين بالتراب. احنا كوزاره فلاحه نبداو بالرفض. الأرض، الفلاح، المنتوج، التصدير وغيرها قرائن تشكل عصب الاقتصاد الوطني في قطاع باتت هيكلته وإعادة الروح إليه أمرا إجباريا لا يقبل التأخير. فواقع الفلاحة في بلادنا يبين أن المرض عميق في قلب هيكلها، أي الأرض. فلا يمكن تخيل فلاحة بلا أرض، هذا هو الأساس الذي يشكل شريان الحياة البشرية والمادية، وهو ما أعطى لها أهمية بالغة منذ القدم. غير أنه ومع التحولات التي تشهدها الجزائر أصبحت الآن أهم مصادر المال، وعند ذكر المال كل شيء يجوز ذكره معه، ونقصد بالذكر مافيا العقار. فقد سجلت مصالح مديرية الفلاحة لولاية الجزائر على سبيل المثال نهب 7000 هكتار من أصل 32.5 ألف هكتار صالحة للزراعة العام 2006، في الوقت الذي فقد قطاع الفلاحة منذ الاستقلال ما يقارب 200 ألف هكتار عبر التراب الوطني إلى غاية نفس العام، فيما تقدر المساحة النفعية ب 8.5 مليون هكتار. كما سجلت ذات المصالح 139 حالة اعتداء على أراضٍ تم استغلالها في غير نشاطها الفلاحي. فرغم القوانين الوضعية العديدة للقطاع والتي تم تأسيسها بهدف حماية هذا المورد الأساسي، غير أن دخول أطراف نصبت نفسها الأقوى جعلت من الفلاح رهينة حسابات لا حول ولا قوة له بها. يقول فرانس فانون في كتابه معذبو الأرض: الفلاح إنسان معذب، وفي عذابه تتجسد مهانة الأمة، وانتماؤه للأرض هو انتماء قومي للأمة بأسرها. محمد بورحلة أحد الفلاحين الضحايا، أو أحد الضحايا الصامدون، أو الصامد الضحية، اسم لطالما تداولته إدارات قطاع الفلاحة بالعاصمة. هو أحد المستثمرين الخواص الذين استفادوا من عقود الامتياز في العام 91,900 وألف في إطار بعث الأراضي الفلاحية الزراعية إلى النشاط، برنامج كان موجها لفئة الشباب آنذاك، ما دفعه إلى دخول القطاع في أحد المستثمرات الفلاحية، وبالضبط في مستثمرة دوز محمد بالمحمدية بمساحة أرض تقدر ب5 هكتارات. كانت عندي 5 قطارات، في الاول كانت عندي 11، كنت في اطار مجموعه باسكو كانوا دايرين مجموعات، ومن بعد داروا ليها نيكلاطمون
رجعوني في 5 قطارات انا وخوتي 4 خوتي معايا. دونك سيتي نواسي فاميليال. كانت عندي 2 بولاي كنت نربي الدجاج فيهم 14000 بوسان يفدوا 7000 وكنت ندير مذبح للدواجن. وكان عندي على سبيل الاخر كان عندي اول اعتماد عنده مذبحه في هذيك وين المذبحه حتى ماهيش كما نقولوا il n'avait pas tous les documents qu'il faut pour avoir un abattoir. بديت ندخل في التنظيم، بديت ننظم المذبح هذا، كنفيستيت فيه، خسرت فيه اموال باهظه وخدمته وتبعت لي نورم وسينيت الكاي تشارج، جافي ان كاي تشارج مع لو فيترينير تاع لا ولايه دالجي المفتش العام اللي مضيت تعاهدت معاه ومضيت معاه في الكاي تشارج باللي نلتزم للقوانين تاع عملية ذبح الدواجن والتسويق تاعها والى اخره. مستثمرة فلاحية مكث في خدمتها قرابة 14 سنة لتبدأ معه حكاية طال عذابها كما يقول، وبالضبط سنة 2004 عندما قررت السلطات تحويل مستثمرة دوزي محمد إلى مجمع سكني ل700 مسكن لفائدة ضحايا زلزال ماي 2003، وتم بذلك هدم جميع المباني الفلاحية على شاكلة المذابح ومباني تربية الدواجن، وقامت السلطات بتعويضه، تعويض يقول عنه محمد أنه قليل مقارنة بالضرر الذي لحقه. في 2012 في 2004 يديروا لي 65 مليون تعويض تاعي، يعني تاع شغل هكذاك. في 2013 عاودوا تراجعوا داروا 800 مليون، هو رغم طعن فيهم كي 65 كي 800 كي 10 ملاير مطعون فيها، باسكو امر مبني على حسابات. المهم ما نجيش نجينيهم، وانا نقول ونعاود نقول ما دامني حي نحاسب هذا المشروع تاع الحيميه تاع لوبيجي تاع حسين داي ونتبع هذا بالمترا، نتبعهم بالمترا. واللي راح مشروع تاع 700 ساكن والاديال 700 ساكن راح في اطار اصحاب الزلزله، فيه نوع تاع ليتيليتي، فيه نوع المنفعه العامه مقبول، سكتنا عليه. ما يعطيونا ان دينار سيمبوليك، سكتنا عليه. بصح باش يعطيوها الواحد يوم كيس يبيع ب 40 مليار ولا 60 مليار ويقولوا له هاي ليك ويستنفعوا معهما، هو حلال وحنا حرام. بعدها تفاجأ أبو رحلة بتواجد مستثمرته خارج مساحة الاستغلال، ليبدأ الصراع بينه وبين العديد من رجال الأعمال، وخاصة ديوان الترقية والتسيير العقاري كما يقول، التي أرادت استغلال الأرض لتشييد بناءات بصيغة الإيجار. 4 لو 20 ديسمبر 2004 لما تم الترياب تاع المستمارة كامل بالدار بكلش، يعني حتى حاجة ما بقات. يومين أو 3 أيام يجي ان اونتربرونور طونوبيل 406 ويبدا جايب مع خدامين وبدا يقراطي في الحشيش ويوجد باش يبلاسي لي باراك دو شونطي، باش جيت انا سالته قال لي بالكوار تاعي. جا النائب رئيس بلديه مسيو صبري، جا لعندو بصفته عضو في البلديه، جا لعندو دوموند الوثائق، ما لقى عنده حتى وثائق. جا قال لي راني ما لقيت عنده حتى وثائق. راح جبت جرار تراكتور تاع فلاحه وبديت نحرط في هذا وين راه زوج بنايات هذو في هذا المرسو هذا. درت الخط الاول بالتراكتور تاع الحرط، الخط الثاني الثالث في النص كانوا 3 سيارات تاع الشرطه هنا. قدمونا لوكيل الجمهوريه، وكيل الجمهوريه سال الممثل تاع لوبيجي تاع الممثل القانوني، باسكو هما اصحاب الامر ما يجوش، لونتربرونور ما يجيش، وما الاداره ما يجوش، تسمى يبعثوا الممثل القانوني، هما تسمى ما كان حتى ريسكي يلحقهم. قال له واش عندك وثائق؟ قال له عندنا محضر رانا نوجدوا فيه مازال ما وجدش، كي يوجد رانا نجيبوه لك. قال له كي يوجد روح دخل الارض. هذا المشروع الذي توقف في العديد من المرات بسبب عدم امتلاك صاحب المشروع لرخصة البناء، ولغاية اللحظة تنعدم فيه أي لافتة تبين البطاقة الفنية للمشروع، خاصة وأن القانون واضح في هذا الأمر. ويقال أنه تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي التي حاولنا الاتصال بها، وككل مرة يتعلق الأمر بالموضوع يتم رفض طلبنا. والغريب في الأمر أنه تم توقيف المشروع الذي انطلق عام 2004
بسبب عدم امتلاك صاحب المشروع لأي رخصة بناء، ليعود بعدها ب7 أشهر فقط برخصة بناء وبقرار من ولاية الجزائر يقضي بانطلاق مشروع بناء سكنات اجتماعية إيجارية في إطار الخماس المتأخر 1999-2004. كانت البلديه في ذاك الوقت كانوا حبسوهم على خاطرش كانوا بداو يبنوا بدون رخصه بناء، ومن بعد ذلك الوثائق اللي عندنا ولاو سواو الوضعيه تاعهم ومنايا راه في الاطار القانوني راهم يرياليزو في لي سونجون توجور يدخلوا تاني في البرنامج تاع السيد فخامه الرئيس الجمهوريه. المشروع الذي يتواصل الآن وبسرعة السلحفاة لم يظهر عليه أي جديد بخصوص المستفيدين منه، خاصة إذا ذكرنا أن الفلاحين الذين كانوا في المستثمرة حولوا إلى شاليهاتهم برغاية في انتظار إسكانهم كما وعد المسؤولون. ماذا بينا يكون الحل يعطونا لا ديسيزيون كما طولهم هما لا ديسيزيون، سواء يعطونا بلاصه جهه اخرى كما هنا هم كاين هنا فارغين سكنات هنا، وكاين في الوصول منا ثاني نفس الشيء راهم فارغين. وانا الطلب تاعي درتو وقت الوقت درتو نهار اللي جا سيد الرئيس بوتفليقه اللي هنا جاي يفتح هذوك لي ويصو، ثم عطيتها له البريه داخل الحارس تاعو، وللضرك مازال ما بال لا جواب لا والو. سول شوز غادي نقولها ونعاودها لو بروموتور اللي هو رئيس بلديه، نهضر على نفسي انه لا ليست الى يومنا اني نطلب لا ليست تاع لي بينيفيسيير الى يومنا ونعاودها اون ديريكت بالنهار. مازالني نطلب فيه انه يعطيني لا ليست تاع لي بينيفيسيير في هذا لو بروجي تاع لي 80 لوجمون. الارض التي اختارها بورحلة ان يواصل فيها مهنته كفلاح اثار انتباهنا تواجد هذا المبنى الذي لم يطله الهدم، كما طال اخرين، ما يطرح تساؤلا آخر للمسؤولين، فهل من إجابة؟ هذا صاحب البيت هذه الموجودة هنا أمامكم هو مدير سابق لمصالح الفلاحية لولاية الجزائر، مدير سابق لمصالح الفلاحية لولاية الجزائر. دونك السؤال علاش ما ريبولوش هو ما ريبولوش وانا ريبولي، هذاك بين قوسين أنا أتجاهله. رغم محاولته العديدة للبقاء في المستثمرة التي حولت إلى إسمنت، مقدما ملفا للحصول على عقد امتياز بصيغته الجديدة 40 سنة، يتفاجأ الآن بمشروع بناء آخر في المساحة الباقية لبناء سكنات ومحلات تجارية. وهنا يدق ناقوس الخطر، خاصة وأن قرار الحكومة بشأن تحويل الأراضي الفلاحية لا يكون إلا لصالح المنفعة العامة. وهنا التساؤل أيضا، أين هي المنفعة العامة إذا كان الهدف تجاريا؟ لو كان تحسب فايته 80 حانوت ولا 100 ما على بالناش الحساب شحال من حانوت، كي حطيت درت المعارضه هذه يجيوني ناس يقول لي اني مخلص 200 مليون، اني مخلص 300 مليون عربون الحانوت تاعي كذا، باش اكتشفت باللي الامور راهي لا. دونك هذا الجزائري اللي ينحيو لي ليا ويعطيها لواحد اخر، حبوا نعرفوا الجنسيه تاعو واش هي. الإدارة المحلية لم تنفي وجود المشروع، مؤكدة أنها لا يمكن فعل أي شيء لأن صاحب المشروع يملك كل رخص لذلك، رغم اعترافها أن المكان غير لائق لإقامة مشروع سكني، خاصة وأن السكان قد احتجوا أكثر من مرة مطالبين استغلالها لإنجاز مساحة خضراء. هذه المساحة راهي باش يلعبوا فيها الزراري والكبار لي روتريتي نقعدوا فيها وراحين يبنوها، وصغيره عامله كي حبه تعرف ما حنا وين نروحوا. هذه قطعه صغيره نتاع ارض، جاء هذا المقاول حط الدوجان حبسناه الحي، كاين الجمعيات اللي راهم رافضين هذا كاع المشروع عندنا. ما لا بها السيد هذا لا عطاو الرخصه هذا يفوك يلان ولا يبدلوا له، ربي يسعد عليه ربي يزيد له، مي هذا المضرب هذا ما يتبنى ما يتباع. كانت البلديه في ذاك الوقت كانوا حبسوهم على خاطرش كانوا بداو يبنوا بدون رخصه بناء، ومن بعد ذلك الوثائق اللي عندنا ولاو سواو الوضعيه تاعهم ومنايا راه في الاطار القانوني راهم يرياليزو في لي سونجون توجور يدخلوا تاني في البرنامج تاع السيد فخامه الرئيس الجمهوريه. تحويل يوضح أن قرار الاستغلال العمراني لهذه الأرض يتجاوز السلطات المحلية، بل يمتد ويتأسس على حسب النفوذ فقط. حكاية أو قضية محمد بورحلة مع مستثمرته الفلاحية، وإن رفض التنازل أو الصمت لأنه يرى نفسه ضحية تلاعبات فوقية، هي عينة من عديد العينات في الجزائر كلها وفي قطاع الفلاحة الذي يواجه عدوا معياره ثقيل.
فمن المحمدية إلى الجار الحراج بحي كوريفة أين وجدنا هذا المستثمر السابق وهو يتحصل على أرض كانت جنة لأجود أنواع العنب. يروي لنا حكايته مع الأرض التي تحولت إلى إسمنت وأصبحت تنبت عمارات بدل العنب. هو أحد الفلاحين الذين امتهنوا الفلاحة منذ سنين. حالته وإن اختلفت مع حالة بورحلة غير أن الالتقاء يكمن في ضياع مستثمرته، والسبب دائما هو التوسع العمراني الذي طالها. بدايته مع هذه الأرض كانت عام 87 وكانت بهذه الحال كما تظهر الصور، ليتفاجأ مع بداية 2012 بقرار تحويل المستثمرة إلى مجمع سكني. بدينا الانفستيسمون جابونا لي شالي، كي جابونا لي شالي هنا انا في اليرت قال يا ودي لونفيرونمون اغريكول راح تهدموه يا راسي راح تلطخوه. بون واحد المزمع لي شالي سون امبلونتي وقعدنا نعانيو مع لي شالي يعني ديفيسيلمون باش كبرنا الداليه هذه. بدات اون برودكسيون سي لا سيتيام اني، ومن بعد زادنا في نوتر سيربريز وين قال لك باللي راح يدخل المشروع تاع البناء لاراش بي فيها اللوجمون سوسيو هذا باش يسمى معناتها يديروا في لا ولايه دالجي. احنا ما كناش عارفين هذا على بالنا النهار الاول ما كناش راح نديروا الانفستيسمون تاعنا دو سيت تاي. داروا لنا لو بروميير بروجي هذا هو فيه 420 لوجمون، ومن بعد زادوا قريفونا موراها ما داوش لا بارسيل كومبليت تاع العنب، قسموها على زوج، ومن بعد لا بارسيل فيها قريب 4 هكتار داو 1 هكتار 66، ومن بعد لو ريست خلاوه، ومن بعد موراها ميم با 8 موا زادوا قال لك راح تروح بروجي تاع لا ميم شوز كونستركسيون دو لوجمون سوسيو. تحويل المكان الذي كان ينعم بالحياة والاخضرار إلى بنايات وسكنات. الهاشمي وعاز وإن تقبل الأمر مجبرا، غير أنه لم ينسى السنين التي قضاها في هذه الأرض التي كانت تشكل أهم شيء في حياته. أبري 20 سنة هاوليك ولا بيطون في المومون وين جا باش نستنفعوا سي لا سيتيام اني باش نستنفعوا. بون اون سو روتروف لا ايتي كومبليتمون ساكاجي راح فوالا. ما واش بقى فيه ما بقى فيه الا هذا هو الجهد تاعنا، هذا هو ليسبوار تاعنا. فوالا لو سبوار ما هو خلاونا حتى اسبوار. انا بيردي ديسبوار واش تحب الله غالب. وعاز الهاشمي ها هو الآن يسارع عله يتحصل على تعويض نظير ما كلفته المستثمرة من خسائر، رغم عدم اعتراف السلطات التي لم ترد على تقرير الخبير الفلاحي الذي يبين حجم الخسائر والقيمة المادية للمستثمرة المحولة. كي جا الارشيتكت بدا يميزوري وين بدا غير منايا نحانا تقريبا نص قطار تاع الداليه راحت، دونك نو سون با انديمينيزي في نص قطار راحت لنا هكذا 60 بارتساج. حنا خسرنا عليها وكبرناها فينالمون الانديميزاسيون. اودي كيفاه عاود عيطنا له حميسي هذا سيتان اكسبير هو اللي دار له بروجي، قال انا جي بريم لي شالي لهنا وكنت دوني سي فو. حنا عندنا لي بلون تاعنا فيه 4 هكتار هذه وحده. دونك لانديمنيزاسيون ايتي درنا روكور. بون لو روكور الاولاني بون ايزون اليجي شويه قال لك باقي غلطوا عاودوا رجعوا لنا 300 مليون زادوا زياده، مي كون ميم سي لايتي با ما قاسولناش لو سمو. من جهتنا حاولنا الحصول على توضيحات من السلطات الوصية، غير أن الأبواب دائما مغلقة، ورغم مراسلاتنا العديدة إلا أن الرد دائما يكون بخلق الأعذار أو تسويف المواعيد. لتبقى الفلاحة في بلادنا مهددة بتخلي السلطات عن مثل هكذا فلاحين الذين قدموا كل ما يملكون خدمة للأرض. هاجس نهب وتحويل العقار للأراضي الفلاحية في العاصمة أصبح كابوسا يوميا للفلاح الذي لا يدري إن سيظل في مهنته أم سيطاله ما طال أقرانه في العمل. وذهب بعضهم للتأكيد أن قطاع الفلاحة والزراعة في عاصمة البلاد مآلها حتما الزوال إن استمر الوضع على حاله. حماة الأراضي الفلاحية اسمها حماة الفلاح، وحماة من جهة أخرى لو بوفار داشا معناتها حتى القدرة الشرائية من الفلاح ينتج وين حتى من المستهلك راح يستفاد. لكن والله يعني للأسف ما كانت هذه، حتى وين أنا نقول باللي من خلال هذا لا 05
احنا درنا جمعيات حمايه حقوق الفلاحين لولايه الجزائر وحمايه الاراضي وميم طون، ولكن كي شافوا باللي كل ما يكون توسع، ولكن ما يكون احنا الا وشرنا لها قال يا ودي خطر. حقيقة نحن ماناش ضد البناء هذا، أنا نعاود نولي لك قبيله كيما وين راح توسع العاصمة، لكن الأراضي ماهيش بهذا ما راحش تعني بهذا الريتم هذا، فريمون اباجيون راهي تتكلم الأراضي في الحياة في الجزائر، يعني ما تتنا ولاية تاع الجزائر بداها ابار ممكن رايحة الغاية سورا على ولا جهه سيدي موسى اللي هي بلي لوان كو جهه ابار سا ما كان والو. لا ولايه دالجي اللي ديبوسيدي بار سيتير ما بقاوش للدار تاعها. الفلاحة لا تقتصر على الزراعة فقط، فليس المزارعون هم المعنيون بنهب أو تحويل أراضيهم، بل حتى مربو المواشي. عبد الرحمن بالهرشات هو أحد مربي الأبقار، وجدناه غارقا في تفكيره حول مستقبله بعد أن أصبح مهددا بمغادرة هذا المكان مكرها رفقة أبقاره 64. فبعد استفاده من مستثمرة وزان محمد ببرج الكيفان ومضى في تربية الأبقار وإنتاج الحليب، وإن كان ذلك في غياب الدعم الفلاحي، بدا الآن منهكا جراء التهديدات المتتالية بإخراجه من مصدر رزقه كما يقول. لازم تكون يعني احنا ماذا بينا لو كان يديروا لنا يعني تسويت وضعيه، ما باليش انا الفلاح هذا يخدم مستقر، يخدم مهني على بال واش راه يدير. انا ما على باليش واش راني ندير، ما لقيت راني نخدم ماني نتعب راني نطيح ونوض، ماشي سهل باش دير 60 بقره تاكل 2 ملايين في النهار، وماشي سهل باش ما على باليش باش تظل نهار كامل وانت في اونكار كيما هذا، وباش ماشي حاجه سهله. ماذا بينا يعترفوا بنا ويديروا لنا قصه ويديروا لنا حل، ما على باليش انا يريقليونا يديروا لنا سويت الوضعيه كي نروحوا ندقدقوا في البيبان تاع الاداره تاعنا يستقبلونا ويستقبلونا استقبال مليح ويفهمونا، حتى كاش امور اللي ما نفهموهمش والله ما يفهمونا، بصح هي ما كاين والو. هي دوكا احنا منين ذا كونفوكاسيون دار الشارع روح الشارع كوبيراتيف جات تدي تراب، ما على باليش انا منا كاينه 850 ولا 880 لونجمون هذه. المهم رانا متخوفين، رانا نخدموا نص خدمه خلاص عينا. يجي نهار وين يروحوا 3 عائلات هذو اللي راهم ياكلوا منا، ويجي نهار وين تروح هذا واش راح يكون المصير تاع البقره دوك بالك يروحوا للباطوار ولا ما بيش انا ما تقعدش هذه 600 ولا 500 ريال تاع الحليب هذه، وبورطون نسمعوا الدوله الحليب غالي برودوي غالي وحابين نزيدوا له وحابين كذا، والدوله يتمد بالك راهي تمد في الدعم للناس اللي ماهوش مواليه. هذه الاشكال تاعك مع البلديه. الاشكال مع البلديه عندنا احنا اللي راني نقول لك داروا لنا جمعيه تاع حيديج هذه البلاصه دي لنا مزرعه وزان محمد، هما مرجعوا حي وزان محمد، موش حي عمره في حياته ما كان حي داخل المزرعه. انا هكذا نعرف ما لقيتو بالك. هاد الناس هادو قطعوا الشجار يبيعوا الشجار للناس واحد اخرين لي بريفي، الشجر اللي خلاها القاوري كيما راح يقطعوها باعوها لوح، يظلوا نهار كامل هما بالهشاط ما على باليش كيفاش، ما خلناش طريق ما وسناش. وما أثار انتباهنا عند حديثنا معه هو تأكيده عدم اعتراف السلطات سواء المحلية أو الإقليمية به بتاتا بتواجده كفلاح بالمنطقة، وهو ما يثير الاستغراب من حقيقة هذه الوثائق إن كان غير معترف به أصلا. مش معترفين بنا كفلاحين، وعندنا لنا فوق عندنا واحد القطار وشويه ديجا جازت عليه لوطوروت، قاصوا لوطوروت ما كاين لا تعويض لا. وعندكم الوثائق اللي تثبت؟ عندنا وثائق، عندنا قرار الاستفاده تاع 99 سنه، وزدنا دفعنا الدوسي الخطره هذه تاع واسمه 40 سنه، مازال ما عقود ما حبوش يخدموا لنا عقود، يعني عقود رسميه. 3 فلاحين وإن اختلفت أسباب معاناتهم، إلا أن الإشكال الأكبر في فقدانهم الأرض التي ألفوها. فهل يعي المسؤولون بحجم الخطر الذي يحدق بهذا القطاع؟ لا، هو في خاصة حول المدن الكبرى نقاش كبير موجود ومعارك كبيرة موجودة حول لما لازم أرض نحولوا لها طابعها من الفلاحي إلى استثمارات عمومية ومن النوع ده، في إطار قانوني يطبق. هذا الإطار القانوني يبدأ من
المسؤولين على مستوى البلدية إلى مجلس الوزراء. لما تبان باللي ضروري باش نحيو هذه الأرض من الفلاحة وترجع إلى استثمارات أخرى، فيه إطار كذلك قانوني لتعويض الناس اللي كانت تخدم في هذه الأراضي، وهذا ماشي به يومين. يعني راه فيه كيف يقولوا احنا جدال جد وقوي حول ذا. احنا كوزارة فلاحة نبداو بالرفض. مافيا العقار إذن أصبحت هي المالكة والمدبرة في أملاك الدولة، وهي ماضية دون هوادة في الاستيلاء قطعة بقطعة على مورد أساسي وضروري للحياة، وإن كان الطلب على السكن يزداد بكثرة، غير أن ذلك لا يجب أن يكون حجة للتعدي على الفلاحة والفلاحين، خاصة بالجزائر العاصمة، حيث أصبح الفلاحون الآن يلفظون أنفاسهم الأخيرة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. نستضيف طارق بوفليح معد هذا الروبورتاج. أهلا بك طارق. أهلا. طارق، قضية وملف العقار الفلاحي في الجزائر ملف شائك ومعقد وتقف وراءه أطراف. أو حدثنا عن الصعوبات التي واجهتك خلال إنجازك هذا الروبورتاج أثناء أو بعد أو قبل إنجازك هذا الروبورتاج. نعم رتيبة، إذا أردنا الحديث عن الصعوبات نتكلم عن صعوبة حديث المسؤولين بخصوص هذا الموضوع. هذا الموضوع الشائك الذي يتخوف منه حتى من المسؤول البسيط إلى المسؤول الكبير في الوزارة، فالكل يتهرب عن رجال الإعلام عامة يعني الحديث بخصوص هذا الموضوع. السبب يعني هذا التخوف من خلال معايشتي لهذا الموضوع هو وجود بارونات أو رجال أعمال كبار داخلين في هذه القضايا، قضايا العقار، وبالتالي هذا الشيء ربما هو الذي جعل المسؤولين يتخوفون، أو حتى وجود مسؤولين متورطين في هذا الملف. هذه هي ربما الصعوبة الكبيرة التي لقيناها خلال إعدادنا لهذا الروبورتاج. الصعوبة الثانية تكمن أيضا في صعوبة الوصول إلى المعلومة، خاصة إذا قلنا أنه هناك مجموعة من القضايا موجودة في المحاكم، وبالتالي يصعب الحصول على هذه الملفات من خلال من خلال المحاكم. صعوبة أخرى تكمن مثلا في إذا كان هناك طرف متهم في قضية ما يرفض الحديث تماما عن هذا الموضوع. طيب طارق، الشيء الغريب في الأمر أن ملف العقار الفلاحي يتورط فيه موظفون سامون في الدولة. هناك رؤساء بلديات، هناك رؤساء دوائر، هناك موثقين ومحضرين قضائيين. أين هي الدولة من كل هذا؟ نعم، هذه حقيقة موجودة. إذا قلنا أين هي الدولة، هؤلاء هم الدولة بالذات. يعني إذا قلنا مسؤول بلدية أو دائرة، هؤلاء هم الذين يمثلون الدولة يعني في كل منطقة، وبالتالي غياب الدولة يكمن أيضا في التحقيقات. يعني هناك الكثير من الفضائح، هناك الكثير من الأراضي نهبت، هناك الكثير من المظلومين إذا قلنا خصصنا يعني بالفلاحين، إلا أنه في كل مرة يتم الحديث عن فتح تحقيق بشأن قطعة أرض هذه، إلا أنه التحقيق دائما يطول، وبالتالي تضيع تلك الأرض إلى غاية تحويلها بنايات، وبالتالي يصعب أيضا هدمها وإعادة رجعها، يعني أن تعود إلى الأصل. المشكلة المطروح أيضا أن العديد من الفلاحين سلبت ونهبت منهم أراضيهم. عندما يتقدمون للعدالة، العدالة لا تأخذ بالملفات والوثائق التي يحوزون عليها. لماذا برأيك دائما يخسرون قضاياهم أمام العدالة؟ إذا تكلمنا عن الفلاحين دائما يتم يعني هذه الأراضي الفلاحية خاصة التي كانت تابعة لأملاك الدولة، وبالتالي تم منحها للفلاحين في إطار عقود امتياز تمتد آنذاك إلى 99 سنة. الآن هناك عقود امتياز جديدة ل40 سنة. هذا الملف دائما المحكمة ما تقضي إلى في إطار جعله في إطار المنفعة العامة، وهنا يجب يعني وضع نقطة على المسؤولين توضيح ما معنى المنفعة العامة. هل هي في طرق السيارة؟ هل هي في طريق
الاجتنابي، هل هي في المدارس، في المستشفيات، يعني المشكل مطروح في القانون في حد ذاته؟ نعم. يعني هل هناك نعم. ثغرة قانونية نعم. واضحة؟ لا يوجد يعني هناك قانون يوضح بالأساس ما هي المنفعة العامة. موجود يعني هناك المنفعة العامة، لكن ما هي المنفعة العامة؟ إلى أين تتجزأ هذه المنفعة العامة؟ وبالتالي يتم استغلال هذا المصطلح المنفعة العامة لكل شيء. هنا الإشكال. وبالتالي حتى المحاكم في بعض الحالات يكون هناك عدم اختصاص أو تضحية كالعادة بالفلاح البسيط. فقط لتوضيح أن قضية العقار الفلاحي لا تقتصر على الجزائر العاصمة، قضية العقار أو نهب العقار الفلاحي موجود في ولايات أخرى، كذلك في وهران هناك نهب كبير وأمام مرأى ونسمع الجميع. طارق بوفليح، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بهذا نصل إلى نهاية برنامج حقائق. نلتقي بعد أسبوعين لمشاهدة الحلقة الكاملة. تابعونا على الإنترنت عبر صفحتنا على الفيسبوك. إلى اللقاء.